احنا اليوم على موعد مع دخول الجنة ان شاء الله. دخول الروضة الشريفة يكون مرة واحدة بالسنة. شعور ما يوصف. احنا داخل اقرب نقطة على الحجرة الشريفة، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كيد ستيشن طبعا حاطين لهم اشكال الوان. Make sure you eat some cucumbers. It'll cool your body temperature. شو تريدين بعد؟ ما تقولي لي. سيدنا خالد بن الوليد was back that time non-Muslim. Mount Uhud has a feeling. يا الله. ريحة طيبة تطلع من هذا الشق. في قصة عجيبة وهي معجزة من معجزات الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوفوا لونها يختلف سبحان الله. هذا موضع سجود الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الحلقة مميزة بصراحة، وراح نبديها في مكان مميز جدا. المسلمين بالعالم أجمع يتمنون أن يكونون بهذا المكان. احنا اليوم على موعد مع دخول الجنة إن شاء الله. اللي سمعتوه صحيح، إن شاء الله راح ندخل روضة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بالفندق فندق بولمان زمزم وصلنا له حتى ناخذ الجماعة اللي وياي إن شاء الله. كلهم سويت لهم الحجز مالتهم بنفس الموعد حتى ندخل سوا إن شاء الله. وهذا المسجد النبوي الشريف، هذه مئذنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الروضة الشريفة قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يعني سبحان الله، مسألة دخول الروضة الشريفة هي رحمة بالمسلمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك الله سبحانه وتعالى خلى تجربة دخول الجنة للمسلم قبل لا الله سبحانه وتعالى يتوفاه. يعني خلى المسلم يقدر يدخل الجنة من قبل لا يروح على الجنة، جنة الآخرة. فهذه جنة الدنيا سبحان الله. قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فاليوم إن شاء الله خليكم ويانا، راح ندخل إلى هذه الجنة المباركة. هذا الإي بايك ممكن ناخذه من تطبيق كريم. So the app Kareem is both for cabs and for electric bikes. This is very cheap. That's very cheap. You can probably get a scooter and get the whole Medina done in one day, you know, less. Yeah. قلنا هذا المدخل. طبعا باقي لنا 40 دقيقة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يصير ازدحام وتدافع. بس إحنا عندنا الباركود. طبعا دخول الروضة الشريفة يكون مرة واحدة بالسنة، once a year. دخلنا الحرم النبوي الشريف. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم يا خير خلق الله والرحمة المهداة من الله. نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الظلمة وجاهدت بالله حق جهاده حتى أتاك اليقين من ربك. جزا الله عنا سيدنا محمد خير الجزاء، خير ما جازى نبي عن نبيه. اللهم يا ربي لا تحرمنا شفاعته ولا زيارته ولا رؤيته في الدارين الأولى والآخرة. اللهم آمين. يا الله بسم الله. داخلين على الروضة الشريفة إن شاء الله. سبحان الله، لقينا وجه طيب هنا، شخص من اللي يسوون سكان للباركود ودخلنا، لأن عندنا احنا ويل تشير يعني حالة خاصة، بقى راح أدخلكم كلكم وياه. بس احنا عندنا حجوزات، يعني المفروض ندخل من باب ثاني، بس قال لي أن أنتم عندكم حالة خاصة ادخلوا وياه. السلام عليكم. ثانك يو حبيبي. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. داخلين على الروضة الشريفة إن شاء الله. الآن احنا كنا بالمنطقة الانتظار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا باب النساء. الدخول الروضة الشريفة يكون من باب النساء، باب رقم 39. هذه الروضة الشريفة. الله أكبر. داخلين على الروضة الشريفة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخوان الشعور ما يوصف. إحنا داخلين إلى الجنة. الله. هذا بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا المنبر الشريف. يا إخوان اللحظات هذه لا توصف. يعني دخول الروضة الشريفة بالنسبة لي آخر مرة دخلت كان قبل 15 سنة تقريبا أو 14 سنة. يعني قد تكون مرة بالعمر بالنسبة للإنسان سبحان الله.
هذه الروضة الشريفة دخلتها لما كان طبعا بدون حجوزات التصاريح، ما اريد اتكلم هواي لان المكان طاهر واريد استغله بالعباده يعني. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل من عندنا. الليله هي اخر ليله من ليالي شعبان، احنا مستقبلين رمضان ان شاء الله، باكر اول ليله من رمضان، هذه اخر ليله من شعبان، نسال الله سبحانه وتعالى القبول، اللهم امين. هذا محراب الصلاه. بجوار حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذه أقرب نقطة على الحجرة الشريفة، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. شفاعة يا رسول الله، شفاعة يا نبي الله. هذه الحجرة النبوية الشريفة، هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحجرة الشريفة. الخروج من باب الرحمة، الخروج من باب الرحمة بعد زيارة الروضة الشريفة، طالعين إن شاء الله من باب الرحمة. بعد زيارة الروضة الشريفة داخلين إن شاء الله على البقيع، نسلم على ساكني روضة أو جنة البقيع إن شاء الله من أمهات المؤمنين والصحابة والقرابة والتابعين عليهم رضوان الله أجمعين يا رب. الحمد لله رب العالمين، أدينا الزيارة داخل البقيع، وطبعا التصوير كان ممنوع هناك فصورت خارج مقبرة البقيع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المدينة المنورة مسكن ومدفن إن شاء الله. السلام عليكم أهل البقيع. هنا في جنة البقيع وفي مقبرة البقيع يسكن أعز الناس على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، زوجاته أعز الناس، بنته سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها، سيدنا الحسن من الآل والأصحاب والأتباع، سيدنا عثمان، وكثير من الأتباع وأهل القرابة وأهل المحبة وأهل العلم أيضا. من تاريخ ما أول شخص دفن في المقبرة في البقيع إلى أن يرث الله الأرض من عليها وهو خير الوارثين. تعالي يا محظوظة، تعالي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله. بيوتيفول، بسم الله ما شاء الله. والله يا هاي محظوظة أحسن من عندي هذه. يوميا هنا أنا يم الروضة الشريفة، يم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. شو تريدين بعد؟ ما تقولي لي. الحمد لله خلصنا زيارة الروضة الشريفة وزيارة البقيع، وهسه رجعنا على الفطور. الريوق هنا في بولمان زمزم. صورته أنا بالحلقة السابقة إن شاء الله، بس اليوم راح أسوي تصوير بسيط جدا للريوق اللي هنا. طبعا ما شاء الله ما لذ وطاب. سعر النفر هنا داخل الفندق $25 للنفر بالنسبة للريوق اوبن بوفيه. قسم البيكري ناخذ كيكه. طبعا كل انواع البيكري ما شاء الله، كل انواع الصمون، احنا نسميه صمون اللي هو الخبز. كل انواع ما شاء الله تبارك الرحمن. المربيات بكل انواعها ما شاء الله. ايش هذا؟ ناخذ مربى التين. مربى المشمش.
شوية فواكه. Kids station. Kids station. the kids station, huh? So هذه الستيشن كلها للأطفال. kids station. طبعا حاطين لهم أشكال ألوان. بيض فريتاتا. Oh, this is kind of like omelette here too. Let's get one. Frittata. Yeah. Kids are spoiled here. Oh, mashallah. They took the pizza. Oh, I like this. Wow, look at this, man. Chocolate. Make sure you eat some cucumbers. It'll cool your body temperature. I'm just joking. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. خلصنا الريوق وطالعين هسه على منطقة شهداء أحد وجبل الرماة وجبل أحد إن شاء الله. هذا الطريق منا، هذا بستان الصافية وطالعين إن شاء الله. خليكم ويانا. وصلنا قريب إن شاء الله على جبل أحد وجبل الرماة ومنطقة الشهداء. هذا مسجد شهداء أحد. هذا أحد جبل يحبنا ونحبه كما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا تل الرماة صعدنا عليه الآن. وهذه منطقة الشهداء، شهداء أحد. هذيك مقبرة الشهداء، مقبرة سيدنا حمزة رضي الله عنه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. This is the place of Battle of Uhud. The Mushrikeen, after Battle of Badr, they lost the battle. A lot of them died, so they wanted to take revenge of Medina and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Since 3,000 of Mushrik versus 700 of Muslims, right? They came in first. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam put some soldiers on this hill right here. So the soldiers were, the mission of those soldiers were just archery, right? They were like rumat. Rumat in English means archery, right? And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ordered them not to leave this hill. He says, if we win, do not come down. If we lose, do not come down. Just stay here to protect our back. First, the Mushrikeen lost the Ma'rakah, lost the battle. And they went out around Uhud. These Muslims who were here, they didn't listen to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So what they did, they went down to here, right? To this place, thinking that the Ma'rakah, the battle was over. Right? Khalid bin al-Walid, Sayyidina Khalid bin al-Walid, was back that time non-Muslim. So he was a big leader but was not Muslim. What did he do? He was like very smart. He went around the mountain and he came, he saw the Muslims downstairs, he killed them all. So the battle turned into the benefits of Mushrikeen, because the Muslims, some of the Muslims didn't disobey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam order and lost the war, the battle. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his companions went out where? Into Uhud. They escaped into the Uhud and they put their backs into Uhud, right, to protect their backs. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam got injured. His teeth were broken. The helmet, the metal of the helmet went into his cheeks. Muslims were like in severe and very bad conditions, you know. So some people said, oh, Rasulullah died. They didn't find him in the Ma'rakah. They didn't find him in the battle. You know, they thought that Rasulullah died. That's how it was like hard, very hard, this Ma'rakah Uhud. Hamza radiallahu anhu, the uncle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, died here. He was one of the martyrs who died here. 70 of the Sahaba got killed, and they were martyrs, shaheed, you know. But 70 of them were buried here. Now the other story about Uhud, many years after, the grave of Hamza radiallahu anhu, a lot of rain came down into the mountain, and the grave was uncovered. So they saw Hamza as if he just died. Same face, the bloods were coming out of him. You know, that's a miracle, you know, because he was shaheed, he was alive.
and then they buried him here in this cemetery with 70 Sahaba. Now Uhud has two hadith by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. One hadith that says Uhud is a mountain that loves us and we love him. This mountain loves Rasulullah and Rasulullah loves this mountain. That's one. And the other story, that one time Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was climbing Uhud, just a normal day. Him, Abu Bakr as-Siddiq, Umar ibn al-Khattab and Uthman. They were all in this mountain, and this mountain was shaken under Rasulullah sallallahu alaihi wasallam because the mountain couldn't bear Rasulullah. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, "Oh Uhud, be firm. Upon you is a prophet and Siddiq and 2 shuhada." And the Mount Uhud just stayed firm, you know. Subhanallah. So Mount Uhud is not something like a rock, no. Mount Uhud has feelings. And Mount Uhud at the Day of Judgment is one of the mountains of Jannah. ناس صحابة رضوان الله عليهم أجمعين قاتلوا قتال شرس، دافعوا عن حمى الإسلام، دافعوا عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا يعني. فحبيت أذكر هنا موقف لاثنين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أبو دجانة وطلحة بن عبيد الله، طلحة الخير. أبو دجانة رضي الله عنه كان يتلقى السهام بظهره لما احتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالشق اللي موجود بجبل أحد، هذاك المكان. المشركين صاروا يرمون المسلمين بالنبل والسهام والرماح، فأبو دجانة كان يتلقى الرماح بظهره حتى لا يصاب أي أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما طلحة رضي الله عنه كان يتلقى السهام بإيده حتى شلت يده. تقول المصادر وكتب التاريخ قضى بقية حياته مشلول اليد، يعني كثر ما تلقى سهام بإيده حتى يعني يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا. أما الموقف الثالث لسيدنا عامر بن الجراح، أبو عبيدة، عامر بن الجراح. سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه كان ينزع حلقات المغفر، والمغفر هي الخوذة، كان ينزعها عن الرأس الشريف لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حلقات المغفر دخلت بوجناته الشريفة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف. أما حلقات المغفر الحديد كانت بوجهه الشريف. أبو عبيدة كان يشلع هذه الحلقات بأسنانه حتى تكسرت أسنانه، وما كان يبالي، يعني كان ينزع الحلقات هذه من وجه النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، ما كان يبالي يعني حتى تكسرت أسنانه رضي الله عنهم أجمعين. هذه أحد البطولة والفداء، أحد البطولة والفداء. هنا الصحابة أبلوا بلاء شديد وأبلوا بلاء حسن. هذه مقبرة شهداء أحد رضي الله عنهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار قوم مؤمنين، إنا بكم إن شاء الله للاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. كلكم عارفين القصة لما قبر سيدنا حمزة جرفته السيول بالأمطار، وجو المسلمين حتى ينقلون مكانه إلى مكان ثاني، لقوا سيدنا حمزة كأنه مستشهد الآن، بنفس ثيابه، بنفس حتى الدم كان يراق من عنده الشريف. سبحان الله يعني. وهذا مصداق لقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار قوم المؤمنين. هذا قبر سيدنا حمزة. That's the grave of حمزة رضي الله عنه. هذا ميدان الشهداء. هذه المقبرة خلفنا وجبل الرماة، وراح يصير أمامنا مسجد الفسح. هذا مسجد الفسح بهذا الاتجاه إن شاء الله. راح نعطيكم قصته أول ما نوصل إن شاء الله، راح نعطيكم قصة مسجد الفسح. خليكم وياي. منطقة الشهداء هناك ومتوغرين بهذا الحي السكني. طبعا الجدير بالذكر يا جماعة، دا أصور لكم أماكن
الحملات ما توصلها بصراحة. يعني أكثر من مرة رحت أنا حملات ويا العراقيين أو حتى من بقية الدول ما يوصلون لهذا المكان اللي هو مسجد الفسح. عادة الآسيويين باكستانيين يوصلوا له، أما حملاتنا للأسف ما يوصلون، لأنه قد يكون يعني صعوبة الطريق أو أصلا يجوز ما يندلوا، الله أعلم. بس أنا وصلت مشيا، طبعا المسافة مو قليلة من ميدان الشهداء مشي، حتى راح نتوغل بهذا الحي السكني ونوصل مسجد الفتح أو عفوا مسجد الفسح. نوصل مسجد الفسح إن شاء الله. هاي مستودعات للإيجار. شنو هذا؟ محلات دكاكين. هذا حي سكني قديم. والله يا اخوان يعني هنيال اللي يسكن هنا. هذه الأراضي المقدسة، هذه الديار المقدسة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. العمارات تشوفون كلها أحياء قديمة. يعني الله أعلم إذا التوسعة أو المشاريع الجديدة وصلت لهنا فهذه راح يتم إزالتها، يعني مبين أنه أحياء جدا قديمة. سبحان الله. I said these are like very old neighborhoods, you know. So I think and Allah أعلم these will be removed one day. They will remove these. جزاك الله خير يا حبيبي. تسلم تسلم يا حبيبي. تسلم والله. خلاص تسلم. الله يحفظك يا حبيبي. يرحم والدينك إن شاء الله. جزاك الله خير. تسلم. هذا جبل أحد. اللهم صل على سيدنا محمد. هذه أول مرة أوصل هاي المنطقة يا أخوان. مثل ما قلت لكم يعني الحملات يعني لازم تجي هنا بصراحة. أنا برأيي إذا قدرتوا يا حملاتنا الطيبة، يا حجاجنا، يا حملة داريتنا، إذا قدرتوا تجيبون الناس لهذه المنطقة يعني تسوون فضل وجزاكم الله ألف خير. لأنه أحد جبل من جبال الجنة. أحد يحبنا ونحبه. تخيلوا هذا أحد. هذا أحد. هذا الجبل يحب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الجبل اللي حمى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا جبل أحد. هذا الحي السكني. يا سبحان الله. أنا دائما أغبطهم مو أحسدهم، أغبط الناس اللي ساكنة بهاي المناطق. سبحان الله. هذا جبل من جبال الجنة. هذا أحد يحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا يحب النبي. أديب أبي. شاء الله. طبعا بعض المؤرخين والباحثين بالتاريخ قالوا أحد جت التسمية مالته من كون الجبل الوحيد اللي حجارته لونها أحمر، مو مثل حجارة بقية الجبال اللي في المدينة المنورة اللي هي من الحرة المطابقة السوداء. الصخور البركانية الحرة اسمها الحجارة المطابقة، لكن أحد يختلف. هسه جبت لكم حجارة من أحد، شوفوا لونها يختلف. سبحان الله. هذا الجبل الوحيد اللي لونه هذا اللون، اللون الأحمر. سبحان الله. أحد. أنا حبيت أذكر قصة لسيدنا عبد الله بن مسعود. سيدنا عبد الله بن مسعود كان رجل نحيف ورجليه ضعيفة، فمرة صعد الشجرة تقول الروايات، فالصحابة ابتسموا من ضعفه وضعف بنيته، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن لقدماه ابن مسعود أو كما قال لأثقل من جبل أحد يوم القيامة. وهذا جبل أحد. رضي الله عن صحابتك يا سيدي يا رسول الله. رضي الله عن سيدنا ابن مسعود. اقسم بالله لا هذا مسجد الفسح. هذا مسجد الفسح. Okay, so this is Masjid al-Fasah. Masjid al-Fasah, when the battle has ended and down from Uhud, they were so tired of the wounds and the bloods that came out of them. So they came to this musalla and they all prayed while they were sitting. They prayed Dhuhr and Asr at the same time, all together joined, but they were praying sitting because they could not even standing
from their wounds and then like the terrible situation they were in. Subhanallah. So this is Masjid al-Fasah. طبعا مسجد الفسح هذا ما تغير شكله ولا حتى بناءه. هذا البناء الأصلي، هذا البناء الأصلي، هذا عرض الحائط وعرض تشوفون هذا ضلع المسجد عرضه تقريبا أكثر من مترين أو متر ونص هذا. وهنا صلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يعني تخيلوا هذا موضع سجود الحبيب، هذا موضع سجود الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يعني هذا المكان شهد أصعب يوم مر على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصعب يوم مر على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك الاستشهاد عمه حمزة واستشهاد الكثير من الصحابة، وأيضا التعب الجسدي اللي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم لما مثل ما قلنا لما كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف ويعني أثقلوا بالجراح. هنا الصحابة حتى ما كانوا يقدرون يوقفون للصلاة، صلوا جلوس مثل ما قلنا. صلى الله وسلم بارك عليك يا سيدي يا رسول الله. باقي آخر شيء نغطيه فيما يخص معركة أحد والمنطقة هذه اللي هو الشق اللي دخل النبي صلى الله عليه وسلم، شق في جبل أحد، هذا المهراس اللي دخل سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يحتمون من أذى المعركة ومن أذى قريش. هذا الشق اللي تشوفوه هناك طبعا هسه هو مسدود بالكونكريت لأن الناس كثير كانوا يطبون هناك ويتأذون. فالمهم هذا الشق القصة أنه تذكر الكتب السير والتاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة احتموا بهذا. بعدين اجى أبو سفيان وقال أعلو هبل، المسلمين قالوا الله أعلى وأجل. بعدين رد عليهم أبو سفيان قال لنا العزة ولا عزة لكم. قال سيدنا عمر فيما أظن الله مولانا ولا مولى لكم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين وأمر سيدنا عمر أعتقد، قال جاوب عليهم وقال له الله مولانا ولا مولى لكم. طبعا الجدير بالذكر أنه هذا الشق تشوفوه، هذا الشق بريحة المسك، ريحة المسك. طبعا لا أحد داخل وحاط الريحة هذه حتى نقول يعني مفتعلة، لأن هو أصلا مسدود جدار كونكريتي يعني ما حد يقدر يدخل له، لكن في فتحة صغيرة المسلمين هناك يدخلون الناس يعني يدنقون شوية ويشتمون الريحة، ريحة مسك. إلى يومنا هذا مستمرة الريحة من دخول حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشق إلى يومنا هذا، الريحة ريحة المسك سبحان الله. طبعا الصعود إلى والدخول يراد له مجهود. يعني صديقي وحبيبي أديب اللي جاي وياي من أمريكا قال لي ليش ما نصعد له؟ أنا كنت مقرر إنه ما أصعد له بصراحة لأنه في مشقة يعني وورانا صلاة الظهر، بس بعدين أقنعني والله هذا مكان مبارك، خلينا نروح نحصل البركة. هذا يعني مثل ما نقول definitely إنه النبي عليه الصلاة والسلام بشكل مؤكد إن شاء الله دخل هذا المكان. يعني إحنا نتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، نتبع ويعني بكل خطوة إن شاء الله نحتسبها عند الله سبحانه وتعالى أنه هي أجر لنا إن شاء الله. بسم الله توكلنا على الله. تعالوا ويانا راح نصعد إلى الشق أو المهراس اللي دخل حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهم كانوا يعني مثقلين بالجراح والآلام والدماء. لكن وهنا تخيلوا يعني هسه تخيلوا وياي الموقف سبحان الله. أنا أتخيل أنه المسلمين هنا وأبو سفيان والكفار والمشركين هنا، يعني سبحان الله كأن التاريخ يعيد نفسه. طبعا المكان نفس المكان لكن الزمان مختلف، يا سبحان الله. حتى شوفوا المكان لو تشوفون وياي كأنه صاير مثل الدرج، هو ما معبد سبحان الله، لكن طبيعيا الله سبحان الله وصلنا. أديب we arrived man, there is no turbulence سبحان الله. وصلنا بسهولة يا الله الحمد لله. وصعد حبيبي come here. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وصلنا هذا الشق اللي تشوفون مبني بالإسمنت، يعني من غير تدخل بشر أو نقول أحد يعني حاط عطر،
هذا طبعا في فتحة هنا. اللهم صل على سيدنا محمد. يا الله يا الله، الريحة الطيبة تطلع من هذا الشق. يا الله، بس خلي اشوفكم من هنا. هذا جبل احد، هذا الجبل. تخيلوا معي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه هنا، والمشركين اسفل الجبل. تخيلوا وياي هاي اللحظات. يا الله يا حبيبي يا رسول الله صلى الله وسلم بارك عليك، كم ضحيت لاجلنا يا رسول الله. تخيلوا معي، تخيلوا وياي، مو بشر عادي، اغلى بشر عند الله سبحانه وتعالى، اعز بشر عند الله سبحانه وتعالى كان هنا مثقل بالدماء وبالجراح. اعز بشر عند الله سبحانه وتعالى لحتى يوصلنا الرساله. الرساله غاليه يا اخوان، رساله عزيزه. الحمد لله اللي قدرنا انه وصلنا. هذا افخم مشروع تطوير بيتم هنا العمل عليه بالمنطقه الشماليه او المركزيه للحرم النبوي الشريف. هذا طبعا راح تصير اكشاك مثل الاكشاك اللي موجوده بالمنطقه المركزيه. تشوفون هنا ايطاليا ومصر وباكستان ولبنان، نفس الترتيب اللي بالمركزيه المنطقه الشماليه. هذه الاكشاك. وهناك اذا تشوفون الله اعلم، طبعا اعتقد راح تصير فنادق، يعني هذه الرافعات. يعني المنطقه الشماليه من الحرم ما بها فنادق كثيره، اكو فنادق ملاصقه، لكن اللي بعدها خلاص هذا الشارع يروح منا على طريق الملك فهد ويروح على منطقه احد، شهداء احد. هذه المنطقه كلها داخله ضمن التطوير اللي راح يصير هسه بالمدينه. شوف هذا البايسكلات الكهربائيه، هذه من شركه كريم. كريم هو نفس تطبيق اوبر. طبعا انا استعمل كريم كله هنا. كريم ارخص شيء بالتاكسيات، يعني جربته $3 بالزايد $4. شوف هذه المنطقه المسيجه وهذيك الرافعات. هذه كلها يعني بعد فتره ان شاء الله راح تصير غير. خلينا نشوف هذا المسجد ايش، سبحان الله، فالشيء كلش حلو. بين الفنادق الاثنين تاركين هذا المسجد. هذا مسجد الامام البخاري، هذا العلامه مالته. انا واني امشي هنا بطريق الملك فيصل، هذا طريق الملك فيصل الخط السريع، واللي على حده الكورنر هذاك الزاويه طريق الملك فهد. شاهد الكلام وشاهد القصه، هذا المسجد اللي تشوفوه من بعيد، هذا مسجد السجده او يسمى مسجد ابو ذر الغفاري. مسجد السجده او مسجد ابو ذر الغفاري في قصه عجيبه، وهي معجزه من معجزات الحبيب صلى الله عليه وسلم. عن خاطره تعبر السريع بس حتى اصور هذا المكان. طبعا للاسف المسجد اعتقد راح يضموا له هذه التوسعه، والله اعلم. اتمنى يكون هذا الحكي مو صحيح، بس الظاهر الشارع كان هنا اللغة، كان اكو شارع هنا اللغة. هذا طريق الملك فهد والملك فيصل بالتقاطع. هذا مسجد السجدة او مسجد ابي ذر الغفاري وراء قصة ومعجزة يرويها سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. يقول ذات يوم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المكان وقد أطال السجود، طول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود. فيقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف حتى خشيت أنه قد قبض، يعني سيدنا عبد الرحمن قال يعني خاف أنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من طول السجدة اللي سجدها سيدنا الرسول. المهم فيقول لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من السجود قال أتاني جبريل في هذا الموضع، أتاني جبريل وقال لي ألا أبشرك يا محمد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت بما؟ قال إن الله سبحانه وتعالى يقول من صلى عليك صليت عليه
ومن سلم عليك سلمت عليه. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لهذه المكرمة ولهذه الكرامة من الله سبحانه وتعالى. هذا هو مسجد السجدة، هذا هو مسجد السجدة. وأتمنى أنه مثل ما قلت، أتمنى يكون يعني ما يضموه بالإزالة والتوسعة هذه، يعني بصراحة مسجد وراء قصة وراء بشارة. هذا بشارة، يعني هنا أتى جبريل عليه السلام وبشر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من صلى عليه إن الله يصلي عليه، ومن سلم عليه فإن الله سبحانه وتعالى يسلم عليه. يعني إذا الله سبحانه وتعالى طانا عمر وجينا بعد، ممكن نلقاه ممكن ما نلقاه الله أعلم، لكن موقع يكون أمام فندق دار النعيم. هذا الطريق طريق الملك فهد، والمسجد يكون مقابله. هذا المسجد النبوي على ساكن أفضل الصلاة والسلام، وهذا جبل أحد، الطريق الرابط بيناتهم. المسجد يصير مسجد السجدة على يميننا، يعني بس الآن ما نقدر نشوفه لأن تشوفون أعمال الحفر وأعمال البناء. هذا راح يكون مدخل الفنادق أو مجمعات سكنية الله أعلم. مشروع ضخم جدا، كان بالسابق المسجد يبين منا رؤى المدينة القابضة. يستمر المشروع منا إلى تقريبا جبل أحد. هذا كله راح يتغير، يصير أماكن سكنية، فنادق وشقق. هذا المشروع أيضا راح يكون بيئة ذكية ومستدامة، هذا المعلن عنه. هذه الشقق أنا أستبعد أنه يكون المسجد السجدة يزال، الله أعلم. أنا بالنسبة لي إحساسي يقول لا، يبقى حاله حال بقية المساجد إذا دخل هيئة التراث، إذا يكون محمي من هيئة التراث إن شاء الله يكون. يعني هسه التحدي شلون راح أعبر إن شاء الله بأمان للجهة الثانية. طبعا عجبتني الجزر الوسطية شلون زارعيها حلو ما شاء الله. يا الله نقول بسم الله، يا رب يا رب، بسم الله بسم الله بسم الله. خلاص طلعنا، بس ما أعرف ليش هذا الطريق راح يسوي الله أعلم. يجوز باصات، ممكن قطار، ممكن ممشى للعربات الجولف يربط بين أحد والمسجد النبوي، لأن هو على خط مستقيم صاير هذا الشارع. الله أعلم. يلا التحدي الثاني إن شاء الله. هذا فندق إيوان دار الهجرة. يا الله بسم الله. طبعا الجدير بالذكر ما قلت لكم، يمكن فندق إيوان دار الهجرة تسكنه بعثة الحج العراقية، يعني المسؤولين والدبلوماسيين العراقيين اللي تابعين هيئة الحج والعمرة يسكنون بهذا الفندق. فندق لطيف جدا، نظيف، التعامل ما شاء الله راقي جدا. يعني حتى شوفوا حتى ريحة الفندق لما تدخلون ما شاء الله. نصعد الفندق. طبعا الجولة استمرت من الساعة 3 الفجر، طلعت من الفندق والآن الساعة تقريبا أعتقد 3 العصر أو قريب ل3. يعني الجولة هذه استمرت 12 ساعة من بداية دخولنا إلى الروضة الشريفة إلى بعدها الفطور بزمزم، طلمان زمزم، وبعدين رحنا على منطقة شهداء أحد غطيناها كلها، ورجعنا على المسجد النبوي صلينا الظهر، وراها تغطية المسجد السجدة. تعبت جدا لأن 12 ساعة أنا على رجلي. الحمد لله رب العالمين، الله انطانا الصحة والعافية حتى نقدر نصور بهذه الأماكن ونلتمس البركة من عندها. بسم الله. اعذرونا شوية ناخذ غفوة حتى نتجهز لصلاة العصر. نشوفكم بعدين.